في EBS Elegant احنا مش بس بنركز ان احنا نديك المعلومه النظري، احنا بنركز معاك كمان على السكيلز، سواء تكنيكال سكيلز هتحتاجها في شغلك او بيرسونال سكيلز زي الكوميونيكيشن، زي البرزنتيشن، زي التيم كولابريشن او البروبلم سولفنج. بدايه من اول ما تدخل معانا وانت بتتقسموا التيم، ناس ما تعرفش بعض، مختلفه تماما عن بعض، بس مجبرين انكم تشتغلوا مع بعض زيها زي اي شركه بتدخلها، معاك ناس مختلفه وهم التيم بتاعك. تبداوا ان انتوا لو مشكله واجهتكم ازاي هنحلها، ده طبعا بتوجيهات الدكاتره الموجوده معاك، لو في اي سؤال معاك هم بيوضحوا لك. كمان ان احنا بنتعلم مهارات التفاوض، ان انت عندك حاجه معينه او ان انت عندك مشكله معينه وعايز تحلها، ازاي تتكلم فيها، ازاي نتفاوض عشان نوصل لحل وسط في النص. كمان جزء البرزنتيشن سكيلز، ناس كتير مننا بيبقى عندها المعلومه كويسه جدا بس ما بتعرفش تقف وتقدمها، فاحنا ده بنعلمه لك. وغيرها سكيلز كتير جدا بتعلمها على مدار الدبلومه، غير التكنيكال سكيلز زي انت هتاخد الاكسل، هتاخد ازاي تعمل باوربوينت مظبوط، هتتعلم كمان برنامج كانفا، هتتعلم برامج كتير مختلفه معانا من ضمنهم برنامج الفيزيو. كل دي بيرسونال وتكنيكال سكيلز هتتعلمها واكتر في دبلومه الاتش ار اما تبدا معانا.